أهلا وسهلا بيكم يا جماعة في أولى حلقات بودكاست يلا تك. النهاردة هنتكلم عن موضوع يمكن ناس كتير بتسمع عنه اليومين دول، وهو موضوع الديف أوبس. لو أول مرة تسمع الكلمة دي ما تقلقش خالص، احنا هنشرح كل حاجة بأسلوب بسيط وسهل. ولو انت من الناس اللي عندها خبرة في المجال ده برضو ما تقلقش، الحلقة دي إن شاء الله هتكون دسمة وفيها حكايات ونقاشات هتعجبك إن شاء الله. خلينا نبدأ بالسؤال المهم، يعني إيه ديف أوبس؟ قبل ما ندخل في تفاصيل معقدة تعالوا نحكي حكاية بسيطة من الواقع علشان نوضح ليه أصلا الموضوع ده طلع للنور. تخيل معانا مثلا شركة صغيرة شغالة في تطوير مواقع وتطبيقات. الشركة عندها فريقين رئيسيين، فريق المبرمجين وده بنسميه فريق الديفلوبمنت أو الديف اختصارا، وفريق تاني مسؤول عن تشغيل السيرفرات وصيانة النظام وده فريق الأوبريشنز أو الأوبس. فريق المبرمجين شاطر جدا، بيقعد يكتب الكود بتاع الموقع او التطبيق الجديد وبيختبروا على اجهزتهم، ولما بيخلصوا شغلهم بيسلموا الكود لفريق التشغيل. المطورين بيقولوا احنا خلصنا الكود وظبطناه وتاكدنا انه شغال عندنا، دوركم بقى ان انتوا تشغلوه على سيرفرات الشركه. فريق الابس بياخد الكود وبيحاول يشغله على سيرفرات الشركه علشان المستخدمين يبداوا يستعملوا الموقع او التطبيق، وفجاه تحصل المشكله. ايه اللي حصل؟ بمجرد ما حاولوا يشغلوا التطبيق على السيرفر ظهرت مشاكل كبيرة. حسن مثلا مسؤول التشغيل لقى ان الموقع وقع ومش راضي يشتغل، فراح متصل بعلي مسؤول التطوير في نص الليل بلهجة فيها استعجال وتوتر: يا علي الحقنا، التطبيق الجديد اول ما شغلناه على السيرفر عمال ينهار ومش راضي يشتغل، في مشكلة كبيرة يا صاحبي. علي طبعا الديفلوبر مستغرب ومتعجب، بيرد عليه: ازاي الكلام ده الكود كان شغال عندنا زي الفل قبل ما نسلمه، اكيد في حاجه عندكم مش مظبوطه في السيرفرات او الاعدادات. حسن طبعا بيرد عليه مدافع عن شغله وعن المجهود اللي عمله: يا عم السيرفرات زي الفل وشغال عليها مواقع تانية زي الساعه، انا حاطط كل الاعدادات اللي طلبتوها، شكل المشكله من الكود بتاعكم انتوا. علي مصر على رايه: الكود ايه بس اللي مننا، احنا مختبرينه كويس قبل ما نسلمه ومشغلينه عندنا على اجهزه المطورين ومفيش اي مشاكل، يمكن مثلا نسيتوا تسطبوا مكتبه معينه او اصدار برنامج مهم على السيرفر مثلا قديم عن المطلوب، شوفوا يمكن ناقصكم حاجه في البيئه او الانفايرمنت. حسن بدا يتوتر ويتنرفز: يا سيدي انا منزل كل اللي طلبتوه بالحرف، المشكله طالعه ايرورز جوه التطبيق نفسه حسب اللي باين. علي طبعا بدأ يتوتر لما سمع ان في ايرورز في الابلكيشن نفسه، وراح رادد عليه وقال له: طب بص ابعت لي اللوجات او اللوجز يعني او رسائل الخطأ اللي ظهرت عندك وانا هشوف الموضوع ده، بس برضه متأكد ان المشكلة من عندكم. فضلوا على الحال ده شوية وكل واحد فيهم مقتنع ان التاني هو سبب المشكلة. المطورين شايفين ان فريق الأوبس مش مهيئ البيئة بشكل صحيح، وناس الأوبس شايفين ان المطورين سلموا كود فيه مشكلة او ناقص، وتقدر تقول الوضع قلب خناقة وتحميل مسؤولية بدل ما يشتغلوا مع بعض على حل المشكلة. الوضع بقى كأنه ماتش كورة ما بين فريقين كبار زي مثلا الاهلي والزمالك، مثلا كل جانب معتبر ان التاني خصم. المطورين بيرموا الكورة في ملعب التشغيل والتشغيل بيرجع يرميها في ملعب المطورين، والنتيجة ان المشروع اتأخر والمدير او العميل غضبان جدا وبيبعت لهم ايميلات غاضبه انجري ايميلز عشان الفضيحه دي. المنظر ده كان شائع جدا زمان قبل ما يظهر مفهوم ديف اوبس، كان في فجوه كبيره بين فريق التطوير وفريق التشغيل، كل فريق في وادي لوحده. المطورين كل تركيزهم يخلصوا الكود بتاعهم وخلاص، وفريق التشغيل كل همها تحافظ على استقرار السيرفرات وخلاص. مفيش تعاون كافي ما بينهم وكل واحد بيشتغل بمعزل عن التاني. طب ايه النتيجه؟ مشاكل زي اللي شفناها، تأخير في إطلاق المميزات الجديدة، مشاكل بتظهر في آخر لحظة لما يجربوا يشغلوا الحاجة على السيرفر الحقيقي، حاجات بتقع وتبوظ أول ما تتسلم للعميل وبعدين يقعدوا يتخانقوا ويتبادلوا اللوم مين السبب. الجو ده كان وحش جدا ومحبط لأي حد شغال في المجال ده. هنا بدأت الناس تقول: يا جماعة ما ينفعش الشغل بالطريقة دي، احنا محتاجين نخلي المطورين وفرق التشغيل يشتغلوا مع بعض كفريق واحد بدل ما هم طول الوقت في شد وجذب. حوالي سنة 2009 تقريبا ظهر مصطلح جديد اسمه ديف أوبس. الاسم ده جاي من كلمتين: ديف اختصار ديفلوبمنت يعني التطوير، وطبعا أوبس اختصار اوبريشنز ومعناها التشغيل. المصطلح ده طلع من مجتمع المطورين نتيجة الخبرة ان اجايل لوحده مش كفاية من غير ما باقي الفريق التقني يواكبه. قبل 2009 كان مفهوم الاجايل بدأ ينتشر علشان يحسن سرعة ومرونة التطوير نفسه، بس فضل جزء التشغيل والنشر او الديبلويمنت يعني لسه ماشي باسلوب تقليدي وبطيء اللي هو بنسميه اسلوب الووتر فول. فديف اوبس جه يكمل الصورة، ياخد مبادئ الرشاقة او الاجيلتي بتاعه اجايل ويطبقها كمان على مرحله تشغيل البرمجيات ونشرها.
هدف ديف أبس الأساسي هو إنه يحل المشكلة اللي كنا شايفينها في الحكاية دي. إزاي؟ عن طريق دمج فريقين التطوير والتشغيل في فريق واحد متكامل يتعاون مع بعض طول دورة حياة تطوير وتشغيل برمجيات. بمعنى تاني، ديف أبس بيقول ببساطة بدل ما يبقى عندك مطورين في حتة وناس الأبس في حتة تانية، خليهم يشتغلوا سوا من البداية للنهاية كأنهم فريق واحد. لازم يبقى في تعاون وتواصل مستمر بين اللي بيكتب الكود واللي بيشغل الكود ويحافظ عليه. ما يبقاش في حتة اسمها ده شغلنا وده شغلكم وبينهم حيطة سد. لا، ديف أبس بيشجع ان الفريق يبقى واحد والهدف واحد، نوصل الكود بتاعنا للمستخدم بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة ممكنة وبأقل مشاكل ممكنة. يمكن حد يسأل، هو ديف أبس ده برنامج ولا أداة بنشتريها ولا وظيفة محددة؟ ده سؤال حلو جدا. أهم حاجة لازم تعرفها إن ديف أبس مش مجرد أداة أو برنامج سحري بنشتريه فبتلاقي كل مشاكلك اتحلت. هو في الأساس فكرة أو منهجية، وخلينا نقول ثقافة أو كلتشر أكتر من أي حاجة تانية. ديف أبس هو تغيير في طريقة التفكير والشغل جوه الفريق والشركة. في أدوات وتقنيات كتير مرتبطة بيه هنحكي عنها، بس قبل الأدوات دي في عقلية أو مايند سيت معينة وراها تعاون وتواصل وانفتاح ما بين أفراد الفريق. الثقافة دي بتقوم على كام مبدأ مهم كده. أول حاجة إن كلنا كفريق أو كشركة عندنا هدف مشترك، إننا نقدم للمستخدم تحديثات ومميزات بسرعة وبشكل مستمر من غير ما نبهدل الدنيا أو نوقع السيستم. علشان نحقق الهدف ده لازم المطورين والأبس يكلموا بعض ويفهموا التحديات بعض ويشتغلوا مع بعض يوم بيوم. تاني حاجة الأوتوميشن أو الأتمتة في كل حاجة ممكنة، بدل ما مهام كتير تتعمل يدوي وفيها احتمال أخطاء وتأخير. ديف أبس بيشجع إننا نستخدم أدوات تخلي العمليات تلقائية قدر الإمكان. تالت حاجة فكرة التحسين المستمر أو continuous improvement، يعني دايما بعد ما نعدي بخطوة أو نصدر نسخة نقعد نراجع إيه اللي حصل ونستفاد منه، نشوف إيه اللي ممكن نطوره في المرة الجاية. رابع حاجة المراقبة المستمرة والتغذية الراجعة أو بالإنجليزي monitoring and feedback. واحنا مشغلين النظام بتاعنا بنتابع أداؤه طول الوقت وبنلم أي ملاحظات أو مشاكل ونوصلها للمطورين أول بأول علشان يحسنوا. وبرضه يبقى في مشاركة معرفية أو knowledge sharing بين أفراد الفريق، بحيث إن كل واحد فاهم الصورة الكبيرة مش مجرد شغلة ضيقة وخلاص. يعني بدل ما المطور يقول أنا ماليش دعوة بالسيرفر أو مسؤول التشغيل يقول أنا ماليش دعوة بالكود، لا، كل واحد عنده شوية إلمام بتفاصيل التاني ويقدروا يتناقشوا بلغة مشتركة. طيب الكلام ده جميل، بس ازاي ننقل الكلام النظري ده لأرض الواقع؟ تعالوا نرجع لحكاية الشركة بتاعتنا اللي فيها علي الديفلوبر وحسن الاوبريتور أو مسؤول التشغيل، ونشوف لما قرروا يطبقوا ديف أبس عمليا ايه اللي حصل. أول تغيير حصل إن علي وحسن بقوا فعلا فريق واحد مش فريقين منفصلين. مدير الشركة جمعهم وقال لهم من النهاردة مفيش حاجة اسمها فريق تطوير لوحده وفريق تشغيل لوحده، كلكم فريق واحد مسؤول عن نجاح المشروع وتشغيله صح عند العميل. لازم تشتغلوا مع بعض من أول مرحلة. في الأول التغيير ده ما كانش سهل قوي. علي ما كانش متعود إنه يقعد يناقش حد من فريق الأبس في شغل البرمجة بتاعه، وحسن برضه كان مستغرب إنه يقعد يسمع مشاكل الكود ومناقشات التطوير. كل واحد كان متعود يركز في حتته بس. حصل شوية تخبط في البداية ويمكن شوية سوء تفاهم، بس بالتدريج بدأ كل واحد فيهم يستوعب منظور التاني. مع كل اجتماع يومي وكل مشكلة يحلوها سوا الثقة ما بين علي وحسن زادت وبدأوا يتعودوا على الأسلوب الجديد. بقوا يعقدوا اجتماعات سريعة كل يوم الصبح، حاجة كده زي ستاند اب ميتنج، بيتكلموا فيها عن ايه الأخبار وايه اللي هيشتغلوا عليه النهاردة، ولو في أي مشاكل متوقعة يناقشوها ويحلوها بدري قبل ما تكبر. ده خلى مفيش مفاجآت غير متوقعة، كله عارف مين بيعمل ايه ومتابع الشغل أول بأول. في نفس الوقت حسن ابتدى يقول لعلي بص يا علي، خلينا نجهز بيئة تشغيل أو environment للابليكيشن تكون شبه بيئة الإنتاج الحقيقية، بدل ما كل واحد من المطورين شغال على جهازه ببيئة مختلفة وإعدادات مختلفة عن السيرفرات. هنجهز لكم سيرفرات أو بيئة اختبار تيستنج أو staging environment تبقى صورة طبق الأصل من بيئة الإنتاج اللي هنطلع عليها التطبيق فعلا. وبالفعل حسن ساعد علي وفريقه إن هم يعملوا بيئة اختبار شبيهة جدا ببيئة الإنتاج. استخدموا مثلا سيرفرات كلاود أو أجهزة افتراضية يعني فيرتشوال ماشينز بيشغلوا عليها نسخة تجريبية من الابليكيشن علشان يجربوه كويس. اتفقوا كمان ان اي اعدادات او متطلبات علشان التطبيق يشتغل لازم تتوثق وتتشارك ما بين الفريقين. يعني مثلا لو التطبيق محتاج برنامج معين يتسطب او اصدار محدد من قاعدة البيانات، الكلام ده يبقى مكتوب ومعروف لكل الناس. بكده لما يجي وقت التشغيل الحقيقي ما يبقاش فيه مفاجآت زي اصل نسينا نسطب المكتبة الفلانية او الاعداد الفلاني مختلف. كمان اخذوا خطوة مهمة جدا، ادخال مفهوم الكونتينوس
انتجريشن والكونتينوس ديليفري. الكلام الكبير ده معناه ايه بقى؟ خليني ابسطها لكم. continuous integration أو التكامل المستمر معناه إن مبرمجين بدل ما يخلصوا الكود كله مرة واحدة وبعدين يدمجوه في الآخر مع بعضه، لا، بقوا يدمجوا التغييرات اللي كل واحد بيعملها بشكل متكرر وعلى طول، ممكن كل يوم أو حتى أكتر من مرة في اليوم الواحد. يعني ما عادش في حاجة اسمها هنجمع شغلنا مع بعض آخر الشهر، لا، الدمج بقى يومي أو شبه مستمر. علشان أوضحها لك، الموضوع زي كأن فريق من 5 أشخاص بيشتغلوا على ملف واحد مع بعض. لو كل واحد اشتغل لوحده وجمعوا الشغل كله مرة واحدة في الآخر، هيطلع فيه تضارب ومشاكل كتير وممكن أجزاء تخش في بعضها. لكن لو أول بأول كل واحد بيضم شغله مع زمايله، هيكتشفوا أي تعارض أو اختلاف بدري ويصلحوه. نفس الكلام في الكود. الدمج المستمر بيخلينا نكتشف المشاكل بدري بدل ما نتفاجئ بيها فجأة بعد ما كل حد يكون خلص شغله. علي وباقي الفريق بقوا يستخدموا نظام لإدارة الكود زي جيت مثلا. كل ما حد يخلص جزء من الكود يرفع بوش التغييرات اللي عملها على مستودع مركزي أو جيت ريبوزيتوري مشترك على طول في سيرفر تكامل مستمر أو continuous integration server جهزه لهم حسن أو مهندس متخصص في الأدوات دي. السيرفر ده أول ما يلاحظ إن في كود جديد اترفع يقوم اوتوماتيك يعمل بيلد يعني ايه؟ يعني بيبني الكود ويجمعه ويشغل مجموعة اختبارات تلقائية ما يسمى بالautomated tests على الكود ده. تخيل كده، علي رفع كود جديد، بعدها بدقايق يوصل له إشعار أو تقرير بيقول البناء نجح وكل الاختبارات عدت بنجاح، أو في مشكلة والاختبارات فشلت. بدل ما الأخطاء تفضل متخفية وتظهر في الآخر، بقوا يلتقطوا أي مشكلة أول بأول. لو اختبار من الاختبارات فشل، يعرفوا إن التغيير الأخير فيه حاجة مش مظبوطة، فيرجع علي أو للي كتب الكود يصلحها فورا. ده خلى عملية الدمج بين شغل كل المبرمجين سلسلة ومستمرة من غير ما حد يكسر حاجة لحد تاني من غير ما ياخد باله. طبعا التنفيذ ده ما طلعش 100% تمام من أول مرة. أول كام مرة ممكن البيلد يفشل بسبب إعداد ناقص أو اختبار يقع بسبب حاجة مش واضحة، لكن علي وحسن كانوا كل مرة بيصلحوا المشاكل دي لحد ما النظام بقى مستقر وبيشتغل بشكل موثوق مع كل تحديث جديد. وأول مرة شافوا البايب لاين بيشتغل بالكامل من غير ولا غلطة، الكود بيتبني وبيتم اختباره ويتحضر للنشر كله تلقائي. طبعا كانت لحظة فرحة كبيرة للفريق. علي بعت لحسن سكرين شوت من الشاشة الخضراء كل الاختبارات ناجحة وكتب له شفت بقى كله تمام. حسن كان مبسوط جدا وقال في نفسه أخيرا هنودع كوابيس ليلة الديبلوي. طب ده بالنسبة للتكامل المستمر أو CI. بعد كده عندنا الكونتينوس ديليفري أو التسليم المستمر. يعني إيه؟ يعني الفريق بمجرد ما الكود ينجح في البيلد والاختبارات تعدي كويس، يقدروا بسهولة يطلعوا نسخة منه قابلة للإطلاق الفعلي في أي وقت. إزاي؟ عن طريق إن نفس سيرفر CI بيعمل شوية خطوات زيادة، ياخد الكود اللي عدى الاختبارات ويحوله لحاجة جاهزة للتشغيل، مثلا ملف قابل للتنفيذ أو باكج أو حتى صورة دوكر أو دوكر ايمج، هنعرف بعد شوية يعني إيه، ونحطها في مكان جاهز للنشر. ممكن كمان يكون عندهم بيئة اسمها staging اللي هي مرحلة ما قبل الإنتاج، شبه الإنتاج أو البرودكشن بالظبط، بيرفعوا عليها النسخة الجديدة دي كتجربة نهائية كأنها في البيئة الحقيقية. الفكرة هنا إنه بقى في خط عملي automated اسمه بايبلاين، سلسلة خطوات تلقائية ماشية زي خط إنتاج آلي في مصنع. المطور بيكتب الكود، بعد كده يرفع الكود على المستودع، السيرفر يكتشف التغيير، يعمل بيلد للكود ويجمعه، يشغل الاختبارات، يجهز نسخة جاهزة للنشر، ممكن كمان ينشرها تلقائيا على بيئة معينة. كل ده بيحصل بضغطة زرار أو تلقائيا بعد كل تغيير ناجح. النتيجة، بدل ما عملية النشر أو الديبلويمنت كانت زمان حاجة مرعبة وبتتعمل يدويا كل مرة، بقت حاجة روتينية بتحصل كتير وبسهولة ومن غير دراما. فاكرين كانوا بيخافوا يعملوا نشر للتحديث يوم الخميس بالليل مثلا علشان ما يقعش النظام في الويك اند ومحدش عارف يصلحه؟ دلوقتي مع الأنظمة والCI/CD بقوا ممكن ينزلوا تحديثات بشكل يومي أو حتى أكتر من مرة في اليوم بثقة، لأن كل حاجة متجربة ومختبرة تلقائيا قبل ما توصل للمستخدمين. بالمناسبة في مستويات بيسموها continuous delivery versus continuous deployment. الكونتينوس ديليفري يعني النسخة الجديدة جاهزة على الرف ومستنية أمر الإطلاق، يعني بتعمل زرار ديبلوي يدوي بعد كل الاختبارات الناجحة. إنما كونتينوس ديبلويمنت يعني مفيش انتظار خالص، أي نسخة تعدي كل الاختبارات تنشر للمستخدمين بشكل تلقائي. شركات كبيرة زي فيسبوك ونتفليكس عندهم أنظمة كونتينوس ديبلويمنت فعلية لثقتهم العالية في البايبلاين عندهم، لكن شركات تانية بتحب يكون عندها خطوة أخيرة فيها موافقة بشرية حسب حساسية المنتج. طيب نرجع لعلي وحسن. دلوقتي الفريق عندهم بايبلاين حلو وشغال،
كل ما يخلصوا جزئيه تتبني وتختبر ويترفع نسخه جاهزه اوتوماتيك. فضل خطوه اخيره ان هم فعليا ينشروا التطبيق للعملاء بسرعه. هنا حسن قرر يستخدم اداه الاتمته او الديبلويمنت اوتوميشن للنشر، مثلا استخدموا جينكنز او جيت لاب سي اي او غيرهم علشان هم اللي يتولوا موضوع النشر للانتاج او برودكشن. عملوا مثلا ان كل ما نسخه جاهزه تطلع الاداه دي تاخد النسخه وتعمل ديبلوي تلقائيا على السيرفرات الحقيقيه لو كل الاختبارات عدت تمام ومفيش مشاكل، او على الاقل تخلي الموضوع ضغط زرار بدل ما حسن يقعد يعمل خطوات يدويه كل مره. وبما ان عندهم بيئه ستيجنج كويسه بقوا يجربوا عليها النسخه الجديده وبعدين بضغطه ينشروها للانتاج الحقيقي. في وسط الخطوات دي علي وحسن اكتشفوا مشكله كانت بتسبب صداع زمان، اختلاف بيئه التشغيل من مكان لمكان. يعني ايه؟ يعني الكود كان شغال تمام عند علي على جهازه، بس لما راح يشتغل على سيرفرات الشركه حصلت مشاكل بسبب اختلافات ما بين البيئتين. علشان يحلوا المشكله المستفزه دي اتجهوا لفكره الكونتينرز او الحاويات الافتراضيه. اشهر مثال طبعا دوكر ببساطه يا جماعه هي طريقه اننا نعبي التطبيق بتاعنا بكل اللي بيحتاجه جوه حاويه او كونتينر معزوله. الحاويه دي عباره عن صندوق مقفول فيه كل حاجه البرنامج عايزها علشان يشتغل، نظام تشغيل مناسب، مكتبات او ديبندنسيز، اعدادات البيئه، وكل ده جوه حزمه واحده. طب الميزه ايه؟ الميزه ان علي هيبني الحاويه دي او الدوكر كونتينر ده على جهازه، يجربها يلاقيها شغاله، ياخد نفس الحاويه دي يديها لحسن يشغلها على السيرفر. طالما الحاويه دي هي بنفس محتوياتها يبقى بنسبه كبيره جدا مش هيبقى فيه بقى فرق ده كان شغال عندي فين المشكله عندكم، لان حرفيا هي نفس البيئه اللي كانت عندك دلوقتي على السيرفر. الموضوع عامل زي حاويات الشحن في النقل. زمان لو عندك بضاعه عايز تبعتها بلد تانية كنت كل مره ترص البضاعه بطريقه مختلفه، ممكن حاجات تتكسر او تتنسي. لما اخترعوا حاويات الشحن او الكونتينرز بقى اي حاجه تحطها جوه حاويه مقفوله تروح لاي مكان وتوصل سليمه زي ما هي. نفس الفكره في السوفت وير، حط برنامجك في دوكر كونتينر ووديه لاي سيرفر هيشتغل زي ما هو. على فكره يمكن حد فيكم يقول طب ما احنا كان عندنا فيرتشوال ماشينز اللي هي الالات الافتراضيه من زمان، ايه الفرق؟ الفرق ان الفيرتشوال ماشين بتشغل نظام تشغيل كامل منفصل لكل تطبيق فبتاخد مساحه وموارد كبيره، انما الكونتينر بيشارك نظام التشغيل الاساسي الكيرنل مع الجهاز المضيف، فكانه جزء معزول جوه نفس النظام. علشان كده الكونتينرز اخف بكتير وتقدر تشغل عشرات الحاويات على سيرفر واحد من غير ما يتخنق، بينما الفي امز لو شغلت كام واحده تقيله ممكن تضغط على موارد السيرفر جدا. فالكونتينرز خلت فكره تشغيل بيئات معزوله لكل تطبيق حاجه عمليه جدا وسهله. علي بدا يكتب ملف دوكر فايل للتطبيق بتاعهم فيه التعليمات اللي تقول للحاويه او الكونتينر تتبني ازاي بالظبط، نظام التشغيل ايه، تسطب لغات او مكتبات ايه وباي نسخ الى اخره. وبنى اول دوكر ايمج او صوره دوكر للتطبيق جوه الحاويه، شغلها عنده محلي واشتغلت تمام. طبعا علي واجه شويه مشاكل صغيره في الاول، يمكن نسي يثبت حاجه في الدوكر فايل اول مره او الصوره ما اشتغلتش من اول محاوله بسبب تفصيله، بس بالتجربه والتعديل قدر يخليها شغاله زي الساعه. بعد كده بعتها لحسن. حسن شغل نفس الايمج او نفس الصوره على سيرفرات الاختبار لقاها شغاله تمام من اول مره. حسن ضحك وقال لعلي تمام كده يا معلم، الاب اشتغل زي ما هو. دي كانت لحظه انتصار صغننه للفريق، لان خلاص مش هيواجهوا مشكله اصل المكتبه الفلانيه مش موجوده ولا اصدار جافا مختلف والحاجات اللي كانت بتعطلهم زمان. بعد ما اتاكدوا ان البيئه بقت موحده ومفيش مشاكل خدوا نفس الدوكر ايمج دي وشغلوها في بيئه الانتاج الحقيقيه. وطبعا عشان يسهل الموضوع اكتر حسن عرف علي على اداه تنظيم واداره الحاويات اللي هي الكونتينر اوركستريشن سيستمز زي كوبرنيتس. لو دوكر بيسمح لك بحاويه واحده فكوبرنيتس بيساعدك تدير عشرات او مئات الحاويات لو التطبيق بتاعك كبير ومتقسم لخدمات كتير. باختصار كوبرنيتس هو نظام بيتحكم في كل الكونتينرز دي بشكل مركزي، يوزعها على اكتر من جهاز، كلاستر يعني من السيرفرات، ويراقبها باستمرار. ولو واحده من الحاويات وقعت بيشغل بدلها، ولو الضغط زاد ممكن يشغل حاويات زياده او ما يسمى بالسكيلينج بشكل تلقائي. يعني بيدير الموضوع بذكاء علشان التطبيق يفضل شغال ومستقر حتى لو سيرفر واحد وقع او عدد المستخدمين ارتفع فجأة. الشركات الكبيرة اللي عندها مئات الحاويات محتاجة حاجة زي كوبرنيتس لان مفيش بني ادم يقدر يدير الكمية دي بشكل يدوي. مش هنغرق اكتر في تفاصيل كوبرنيتس دلوقتي، كفايه بس نعرف الفكره. كمان من النقطه دي ظهر مفهوم المايكرو سيرفيسز، يعني بدل ما التطبيق بتاع الشركه يكون كتله واحده كبيره او ما يسمى بالمونوليث بكل الوظائف جوه بعضها، بداوا يقسموه لاجزاء اصغر عباره عن خدمات مستقله، كل خدمه او مايكرو سيرفيس مسؤوله عن حاجه محدده، مثلا وحده لاداره المستخدمين، وحده للدفع الالكتروني، وحده للاشعارات، وهكذا. الميزه هنا ان كل جزء صغير ممكن يتطور وينتشر بشكل مستقل،
فلو عايزين يعدلوا حاجه في جزء معين بيعدلوا فيه هو بس وينشروه من غير ما ياثروا على بقيه الاجزاء. ده سر ان شركات زي امازون مثلا عندها الاف الخدمات الصغيره اللي هي مايكرو سيرفيسز، وكل فريق صغير مسؤول عن مجموعه خدمات وبينشرها بسرعه. طبعا التعامل مع نظام متقسم لعشرات او مئات او حتى الاف الخدمات الصغيره محتاج تنسيق عالي جدا، وهنا بتظهر قوه كوبرنيتيس وادوات اوركسترا تانية. بس على العموم ديف اوبس سهل تطبيق فكره المايكرو سيرفيسز دي، لان الاوتوميشن والمراقبه والكونتينرات خلت اداره الخدمات الكبيره ايسر بكتير من زمان. طيب نرجع بقى للشركه بتاعتنا دلوقتي. علي وحسن والفريق خلصوا جزء كبير من رحلتهم للتحول لنظام ديف اوبس. بقوا يكتبوا الكود في مستودع مركزي باستخدام جيت مثلا، ويوحدوا التغييرات اول باول علشان كله يبقى متوافق ومتنسق. كمان عندهم سيرفر تكامل مستمر او CI بيشغل الاختبارات تلقائيا مع كل تغيير علشان اي مشكله تطلع تتعرف وتتصلح بدري. وبقى عندهم خط تسليم مستمر CI/CD بايبلاين بيحضر نسخ جاهزه للنشر بسهوله، وبضغطه زر قدروا يطلعوا النسخه الجديده باستخدام الكونتينرز. فكده قدروا يوحدوا البيئه بين التطوير والتشغيل ويتفادوا تماما مشكله شغال عندي ومش شغال عندك. وابتدوا كمان يطبقوا فكره البنيه التحتيه ككود او ما يسمى بالانفراستراكشر از كود، يعني حتى اعداد السيرفرات والشبكات اصبح عن طريق سكريبتات وادوات زي مثلا انسبل وتيرافورم بدل ما كان بيتعمل بشكل يدوي. بقى عندهم ثقه ان اي سيرفر جديد هيتظبط زي بقيه السيرفرات بشكل تلقائي ومن غير اخطاء بشريه، وكل الاعدادات مكتوبه ومتخزنه في جيت زي باقي الكود. طيب دلوقتي النظام شغال والدنيا ماشيه حلو، هل كده خلاص مفيش مشاكل ابدا؟ في الواقع لا، مفيش نظام معصوم من المشاكل. المهم هو ازاي بتكتشف المشاكل بسرعه وازاي بتتعلم منها وما تقعش فيها تاني. وده ياخدنا لنقطه تانية مهمه جدا لاي منهجيه ديف اوبس ناجحه، المراقبه او المونيتورنج واداره المشاكل في الانتاج. بعد ما علي وحسن طبقوا كل الخطوات اللي فاتت لاحظوا ان احيانا ممكن برضه يطلع خطأ او بج ما يظهرش غير لما المستخدمين الحقيقيين يبدأوا يستعملوا الموقع او التطبيق على نطاق واسع. يعني مثلا ممكن الاختبارات التلقائيه تفوت حاله معينه، او الضغط العالي جدا على السيرفرات يظهر مشكله مثلا ما كانتش باينه في الاختبارات. هنا بيجي دور المونيتورنج. حسن قال احنا محتاجين نعرف حاله السيستم اول باول بدل ما نستنى مستخدم يشتكي، فجاب اداه مراقبه او مونيتورنج تول وركبها على السيرفرات. الاداه دي بتقيس اداء السيرفرات لحظيا، معدل استهلاك المعالج او الCPU يوسج، نسبه استهلاك الذاكره او الرام، عدد طلبات المستخدمين اللي جايه في الثانيه، سرعه استجابه الموقع او الريسبونس تايم، وايه الاخبار بشكل عام. يعني بالظبط كده زي تابلو العربيه باين لك فيه مستوى كل حاجه، ولو حاجه عدت المعدل الطبيعي بتنور لمبه انذار. كمان حط لوحات مراقبه او داشبوردز شيك كده شكلها حلو على شاشه كبيره ممكن الفريق كله يبص لها ويشوف الحاله في اي لحظه. مش بس كده، فعل كمان خاصيه التنبيهات او الاليرتس. قال للاداه او التول لو المعالج CPU زاد استخدامه عن نسبه معينه ابعت لنا تنبيه. لو معدل الاخطاء او الايرور ريت بقى اعلى من رقم كذا في الدقيقه ادينا جرس انذار. فبقى لو اي حاجه غريبه بتحصل بالليل مثلا النظام بعت لهم ايميل او اشعار على الموبايل يقول خدوا بالكم في مشكله في السيرفر الفلاني. بكده بدل ما المستخدمين هم اللي يكتشفوا المشكله الصبح ويبعتوا شكاوى، لا الفريق نفسه بيكتشفها بدري وممكن يحلها قبل ما حد من العملاء يحس اصلا. جزء كمان مرتبط بالمراقبه هو اللوجينج او تسجيل الاحداث. كل برنامج او تطبيق بيطلع في الخلفيه رسائل بنسميها لوجز، زي دفتر يوميات كده بيتكتب فيه كل اللي بيحصل في النظام، مين دخل، ايه الاخطاء اللي ظهرت، تحذيرات الى اخره. علي وحسن اتفقوا ان لازم يجمعوا اللوجز دي كلها من السيرفرات في مكان مركزي. استخدموا مثلا اداه زي ELK Stack او ELK Stack اللي هي Elasticsearch زائد Logstash زائد كيبانا او اي نظام لوجينج مشابه، بحيث اي رساله او خطا يظهر في اي سيرفر يتجمع في مكان واحد يقدروا يدوروا فيه بسهوله. ده ساعدهم جدا وقت ما حصلت مشكله غريبه بعد اطلاق نسخه جديده. شويه مستخدمين اشتكوا ان في ميزه مش شغاله او فيتشر مش شغاله مع ان الاختبارات عدت والمفروض تمام. حسن بسرعه بص في نظام المراقبه لقى ان مفيش موارد واقعه ولا حمل زايد، كله تمام. فتح اداه اللوجز ودور على اي ايرور، لقى رساله خطا معينه واضحه في اللوج جايه من جزء في الكود. بلغ علي فورا ووراه الرساله. علي فهم ان في سيناريو معين ما كانش متغطي في الاختبارات وطلع بج صغير، قدر يصلحه ويرفع التعديل، وبعد دقايق البايب لاين بتاع CI/CD بنى النسخه الجديده واختبرها ونشرها. تتصوروا المشكله كلها اخذت قد ايه؟ يمكن ساعه زمن واتحلت، وكانت حاجه بسيطه قبل ما عدد كبير من المستخدمين ياخد باله. ليه؟ لان النظام كله مترتب وفيه شفافيه وفريق الديف اوبس جاهز يتصرف بسرعه. تصوروا التفاصيل، الساعه مثلا 10 الصبح وصلهم تنبيه ان معدل الاخطاء عالي. الساعه 10 و5 علي وحسن كانوا بيبصوا في اللوجز ولقوا سبب الخطا. الساعه 10 وربع علي كتب كود اصلاح للمشكله.
الساعة 10:25 الاختبارات كانت بتجري على التعديل الجديد. الساعة 10:30 كل الاختبارات نجحت. الساعة 10:30 و5 النسخة الجديدة المتصلحة طلعت على الستيجنج واتجربت بسرعة. الساعة 10:45 كانت في البرودكشن والمستخدمين استلموا الإصلاح، يعني في أقل من ساعة كان كل حاجة رجعت تمام. قبل كده كان ممكن يقعدوا أيام يدوروا على غلطة زي دي لو مفيش مونيتورنج ولوجز واضحة وتنبيهات فورية. طيب نيجي بقى لنقطة الثقافة والتعاون اللي اتكلمنا عنها في الأول ونشوف تطبيقها العملي دلوقتي. علي وحسن بقوا حاسين انهم فعلا في مركب واحده، النجاح بقى نجاح للجميع والفشل الكل بيتحمله، والتبعيه الكل بيتعلم منه. لو حصلت مشكله زي اللي حصلت ما يقعدوش يتخانقوا مع بعض مين اللي غلطان، لا بقوا يقعدوا مع بعض بعد ما يحلوا مشكله ويعملوا حاجه اسمها بوست مورتم او تحليل ما بعد الحادثه. التحليل ده ان هم يشوفوا اصل المشكله كان ايه، ازاي فاتتهم في الاختبار، وهل كان ممكن نتفاداه ولا لا، وايه الاجراءات اللي ممكن نعملها عشان تمنع تكرار المشكله دي مره اخرى. والاهم ان هم يعملوا ده من غير ما يلعبوا لعبه لوم الاشخاص. في مبدا في الثقافه دي اسمه blameless post mortem، انك تحلل المشكله من غير ما تشاور باصابع الاتهام على شخص معين. ركز بدل كده على ازاي العمليه تتطور والنظام يتحسن علشان ما يتكررش الغلط. بعد كذا شهر من الشغل بالطريقه الجديده دي بيئه الشغل نفسها بقت اريح. علي اتعلم حاجات عن البنيه التحتيه او الانفراستراكشر والتشغيل من حسن، وحسن بقى فاهم شويه في البرمجه وطريقه تفكير علي. بقى لو في مشكله بيحلوها سوا، وكل واحد بقى مقدر شغل التاني وتخصصه، ومبسوطين ان هم بيتعلموا حاجات جديده كل يوم. الفريق كمان بقى عنده ثقه في بعض اكتر، بدل ما كل شويه خناقه ولوم على الغلط بقوا يحتفلوا بنجاحاتهم الصغيره سوا. الحاجات الصغيره دي رفعت روح الفريق جدا وخلتهم يحسوا ان هم عيله واحده في الشغل. كل فرد في الفريق بقى عنده مهارات اشمل شويه، او زي ما بيقولوا T-shaped skills، يعني كل واحد بقى عنده معرفه عامه بمجالات حواليه مع وجود تخصص عميق له. كمان الشركه بقت تستجيب لتغيرات السوق اسرع بكتير. لو ظهر منافس جديد او طلعت فكره جديده عايزين ينفذوها بسرعه، زمان كان الموضوع ممكن ياخد شهور، يعدي من ايد فريق لايد فريق وتتعمل اجتماعات ومناقشات كتير قبل ما ينزلوا حاجه بسيطه. دلوقتي مع الديف اوبس اي فكره جديده يقدروا يعملوا لها بروتوتايب سريع ويختبروه وينشروه للمستخدمين في وقت قياسي. مثلا لو قرروا يضيفوا خاصيه تسجيل الدخول باستخدام فيسبوك في تطبيقهم، المطور يقدر يخلصها مثلا في يومين 3 مجرد ما يرفع الكود على جيت، تلاقي السي اي عمل بيلد والاختبارات اشتغلت، ولو كله تمام النسخه الجديده جاهزه. ممكن جدا تاني يوم الصبح تكون الميزه الجديده دي وصلت للمستخدمين لو قرروا يضغطوا على زرار الديبلويمنت او النشر. زمان بقى كان ممكن ياخدوا اسابيع وشهور علشان يدمجوا الميزه دي ويختبروها وينشروها. دلوقتي الموضوع بقى شبه فوري، وده اداهم ميزه تنافسيه ضخمه في السوق اللي كله سباق وسرعه دلوقتي. وعلى فكره في تقارير عالميه كل سنه بتطلع باسم حاله الديف اوبس او ستيت اوف ديف اوبس، زي تقارير دورة وغيرها، بترصد احصائيات اداء الشركات اللي طبقت المنهجيه دي. النتائج بتقول ان فعلا الفرق اللي وصلت لمستوى نضج عالي في الديف اوبس بتقدر تنشر الكود اسرع بعشرات ويمكن مئات المرات من الفرق التقليديه، ونسبه الفشل في اصداراتها اقل بكتير، ولو حصلت مشاكل بتصلحها وترجع الخدمه اسرع باضعاف. ده بيوضح قد ايه ديف اوبس مش مجرد كلام نظري، دي ارقام حقيقيه في شركات كبيره بتثبت نجاحه. يمكن حد فيكم دلوقتي يقول طب ماشي حلو قوي الكلام ده، بس هل فعلا الشركات الكبيره بتعمل كده؟ الاجابه وبشكل يمكن مبهر كمان. شركات عالميه زي امازون ونتفليكس وجوجل وكل الكبار دول كانوا من اوائل الناس اللي طبقوا الافكار دي وطوروا فيها كمان. الفكره دي انتشرت من حوالي سنه 2010 وانت طالع، وكل سنه عدد اكبر من الشركات بيطبق الديف اوبس. دلوقتي بقت تقريبا معيار قياسي في الصناعه او اندستري ستاندرد. قليل جدا اما تلاقي شركه تقنيه كبيره مش مطبقه على الاقل جزء كبير من مبادئ الديف اوبس. وعندنا في مصر والمنطقه العربيه كمان الاتجاه ده واضح وموجود، بقينا نسمع عن شركات كتير بتدور على مهندسين ديف اوبس وبتبني فرق ديف اوبس لان هم شايفين الفايده اللي بتحققها الممارسات دي. مثلا تخيل امازون عندها الاف الخدمات المصغره او المايكرو سيرفيسز وبتعمل ديبلوي للكود في بيئتها الانتاجيه الاف المرات في اليوم الواحد. ايوه زي ما بقول لك كده، هم طبعا عندهم الاف المطورين والاف الخدمات وعملوا سيستم متكامل يخلي اي كود جاهز يتنشر في دقائق للمستخدمين. نتفليكس برضو عندها اسلوب مشابه، طول الوقت بيجربوا تغييرات صغيره وبيطلعوا ميزات جديده للموقع عندهم بشكل مستمر خلال اليوم. الحاجات دي ما كانتش ممكنه من غير ادوات اوتوميشن قويه وثقافه ديف اوبس راسخه. اي مشكله بتحصل بتتحل بسرعه، واي فكره جديده بتتعمل لها ديبلوي بسهوله. جوجل كمان عندها مفهوم اسمه SRE اللي هو اختصار Site Reliability Engineering، وهو تقريبا نسخه من ديف اوبس لكن بتركز اكتر على الحفاظ على استقرار الخدمات بمقاييس معينه.
يعني طريقة مختلفة في التفاصيل شوية، لكن الهدف واحد، ان الفريق التقني يطلع برودكت بسرعة ومن غير ما يضحي بالاستقرار والجودة. طيب سؤال مهم، ايه اصعب حاجة في تطبيق الديف اوبس؟ بصراحة اصعب جزء مش الادوات التقنية نفسها، ولكن تغيير عقلية الناس وطريقة الشغل، او ما يسمى بالمايند سيت. مش سهل تنقل الناس من وضع كل واحد في ملكوت لوحده لوضع كلنا فريق واحد. المقاومة للتغيير حاجة طبيعية، ولازم الإدارة تشتغل على خلق جو ثقة وتعاون علشان الناس تتبنى الفكر الجديد. الأدوات ممكن تتعلمها في شهور، لكن بناء ثقافة جديدة ممكن ياخد وقت أطول لو الناس مش متعاونة. فلازم يكون في صبر ومثابرة وتوعية مستمرة للموظفين. ليه احنا بنعمل كده؟ سؤال تاني، هل ديف اوبس نافع لكل الشركات ولكل أنواع المشاريع؟ في العموم يعني معظم مبادئ الديف اوبس تنفع لاي مكان فيه تطوير برمجيات. الفرق بس ان طريقه التطبيق ممكن تختلف. شركه صغيره جدا مثلا ممكن تطبق الفكره ببساطه، لان نفس الشخص او الاثنين هم اللي بيعملوا كل حاجه تقريبا، فبيستخدموا ادوات الاتمته او الاوتوميشن على طول وبيخلصوا. شركه كبيره مثلا فيها مئات المهندسين محتاجه تنظيم اكتر وتكوين فرق متخصصه وتحديد مسؤوليات واضحه. كمان صناعات حساسة زي البنوك أو المستشفيات أحيانا بتتأخر في تبني التغييرات دي بسبب الإجراءات الأمنية أو القوانين الصارمة، لكن حتى المجالات دي دلوقتي بتحاول تستفيد من ديف أوبس مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، زي مثلا اختبارات أمان إضافية، مراجعات أكتر قبل الديبلويمنت. يعني الخلاصة إن ديف أوبس مبادئ عامة تقدر تطبق في أي بيئة برمجية مع شوية تكييف حسب ظروف وطبيعة كل مجال. دلوقتي لو أنت في شركة وعايز تطبق ديف أوبس تعمل إيه؟ أهم حاجة زي ما فهمنا هي الثقافة والتعاون. يعني لازم يكون في دعم من إدارة الشركة للتغيير ده، لأن مش كل الناس هتبقى متقبلة من الأول. ممكن بعض الأشخاص اللي بقالهم سنين شغالين بطريقة معينة يقاوموا التغيير. فمهم جدا يكون في توعية وتدريب للموظفين على الأدوات والمفاهيم الجديدة. وضح لهم إن ديف أوبس مش جاي يلغي دور حد، بالعكس ده جاي يخلي شغل كل واحد أسهل وأكثر قيمة. مثلا مهندس التشغيل او الابس هيلاقي نفسه بيتعلم سكريبتنج وادوات جديده بدل ما كان بيعمل حاجات ممله متكرره بشكل يدوي. ومهندس التطوير او الديفلوبر هيكتسب فهم اكبر للبنيه التحتيه بدل ما كانت بالنسبه له عالم غامض. طبيعي التغيير في الاول ممكن يخوف شويه وكل واحد يقلق على دوره، بس طمنهم ان الهدف تطوير الشغل مش تقليل عدد الناس. برضه الشركه لازم تستثمر في ادوات الاتمته او الاوتوميشن والمراقبه اللي اتكلمنا عنها. مش لازم كل حاجه تحصل مره واحده، بالعكس الافضل البدء بخطوات تدريجيه. مثلا يبداوا بمشروع صغير بايلوت يطبقوا عليه بايب لاين بسيطه ويتعلموا منها، او يختاروا فريق صغير يجرب الفكره ويوري باقي الشركه النتائج. النجاح الصغير ده هيشجع الباقيين ان هم يتبنوا الطريقه دي، وكل ما يعدي وقت ويشوفوا المشاكل قلت والاصدارات بقت اسرع الناس هتقتنع اكتر واكتر. حاجه كمان مهم جدا التشجيع على تبادل المعرفه جوه الشركه. يعني لو فريق نجح في اتمته حاجه او حل مشكله يشارك التجربه دي مع الباقيين. ساعات الشركات الكبيره بتعمل جلسات براون باج اللي هي تبقى اجتماعات وديه اثناء الغداء، حد من الفريق بيشرح لزمايله اداه جديده جربها او حاجه هو عملها وسهلت الشغل. الجو ده بينشر ثقافه الديف اوبس اكتر جوه الشركه ويخلي الناس تتحمس ليها. واخيرا كقائد فريق او مدير لازم تشجع فكره ان مفيش لوم شخصي عند وقوع الخطا. زي ما قلنا ثقافة اللوم ممنوعة. بدل ما تخوف الناس من التجربة خوفا من الغلط ادعمهم ان هم يجربوا ويتعلموا، لان لو الفريق خايف من العقاب مش هيجازف يغير الطريقة القديمة. لكن لو عارفين ان الغلط هتتعلم منه مش هنشيل شماعات لبعض، هيبتكروا وهيحسنوا باستمرار وهم مطمنين. طيب نسيب بقى قصة الشركة ومديرين ونروح للفرد نفسه. لو انت بقى شخص مبتدئ وسمعت الكلام ده وعجبك وعايز تدخل في مجال الديف اوبس، او حتى انت مبرمج او مسؤول نظم حابب تطور نفسك في الاتجاه ده، اكيد بتسأل ابدأ منين؟ ايه الحاجات اللي محتاج اعرفها؟ خليني في الاخر اديك شوية نصايح عامة عن التعلم والدخول في المجال ده علشان تبقى مهندس ديف اوبس شاطر او حتى عضو فريق بيفهم الفكرة. في شوية مهارات مهمة محتاج تكتسبها. اول حاجة ادارة الانظمة او السيستم ادمنستريشن. لازم يكون عندك أساس قوي في التعامل مع أنظمة التشغيل خصوصا لينكس. ليه؟ معظم السيرفرات بتشتغل على لينكس. في دنيا الديف اوبس اتعلم ازاي تتعامل مع الجهاز عن طريق سطر الأوامر أو التيرمينال، ازاي تنزل برامج، ازاي تدير السيرفيسز وتشوف موارد النظام زي السي بي يو الميموري والديسك اي او وهكذا. كمان مهم تعرف أساسيات الشبكات أو النتوركينج لأن السيرفرات بتتكلم مع بعض عبر الشبكات. عايزك تفهم يعني ايه مثلا اي بي ادرس، يعني ايه بورت، فاير وول، دي ان اس. الحاجات الاساسيه دي هتخليك واثق وانت بتتعامل مع البنيه التحتيه. تاني حاجه البرمجه وبالاخص السكريبتنج. مش شرط تبقى مبرمج سوبر محترف بيطور تطبيقات معقده، ولكن لازم تكون عارف تكتب سكريبتس او تكتب كود بصفه عامه تساعدك في شغلك وتوفر وقتك. لغتين مشهورين جدا في القصه دي باش وبايثون. باش ده سكريبتات الشيل في لينكس، وبايثون طبعا لغه برمجه
عامه وسهله وفيها مكتبات ضخمه. السكريبتنج هيساعدك تعمل اتمته لحاجات كتير بدل ما تعملها يدوي. مثلا تكتب سكريبت يشغل 10 خطوات ورا بعض، او سكريبت يلف على 100 فايل يغير فيهم حاجه، او يفتح 10 سيرفرات ويعمل لهم كونفيجريشن مره واحده. كل ده بدل ما تقعد تعمله خطوه خطوه. فالتعود على الكودينج البسيط ده مهم. ثالث حاجه معرفه بادوات الديف اوبس الاساسيه. من اهم الادوات في المجال ادوات الحاويات او الكونتينرز زي دوكر، علشان تقدر تبني التطبيقات في حاويات خفيفه وسهله النقل. تاني حاجه طبعا كوبرنيتس لاداره وتشغيل عدد كبير من الكونتينرز على مستوى الانتاج. ادوات السي اي سي دي زي جينكنز عشان اتمتت عمليه البيلد والتكامل والتسليم المستمر او continuous integration و continuous deployment. ادوات اداره الاعدادات او الكونفيجريشن مانجمنت زي انسبل او بابت او شيف علشان تعمل اوتوميشن لتهيئه الانظمه والسيرفرات. طبعا مش مطلوب تحفظ اسامي كل الادوات دي مره واحده، لكن دول امثله لادوات مشهوره جدا وهتسمع اساميها كتير. المهم تفهم فئات الادوات دي وبتعمل ايه عموما، وتبدا تتعلمها واحده واحده حسب احتياجك العملي. رابع حاجه مفاهيم الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه. دلوقتي تقريبا اي شركه بتشتغل في التكنولوجي بتستخدم الكلاود بشكل ما. خدمات زي امازون ويب سيرفيسز اللي هي AWS او ايجر بتاعت مايكروسوفت، او جوجل كلاود GCP بلاتفورم بتاع جوجل، دول اشهر 3 منصات سحابيه. هيفيدك جدا تتعلم تتعامل مع واحده فيهم على الاقل. ازاي مثلا تنشئ سيرفر او فيرتشوال ماشين على AWS، او تستخدم خدمات زي قواعد البيانات السحابيه، او تخزن ملفات على خدمه زي S3 الى اخره. لان كتير من شغل الديف اوبس مرتبط باداره موارد على الكلاود. ومن ميزات الكلاود انها بتخليك تعمل حاجات ذكيه زي زياده عدد السيرفرات وقت الضغط وتقليلها وقت الخمول اللي هو الاوتو سكيلينج. ازاي تعمل ده بشكل تلقائي عن طريق السكريبتات برضه. فبقت البنيه التحتيه نفسها مرنه وبتقدر تتكيف بسرعه مع اي تغيير في احمال المستخدمين. خامس حاجه المراقبه والتحليل او مونيتورنج ولوجينج. وكمان الامان سكيورتي، لازم تتعلم ازاي تتابع اداء التطبيقات والانظمه بشكل مستمر. تستخدم ادوات مونيتورنج مثلا زي بروميثيوس وجرافانا علشان تراقب المقاييس المختلفه وترسم رسوم بيانيه حيه. وتستخدم ادوات لوجينج زي الك ستاك او سبلانك علشان تجمع وتحلل سجلات النظام وتعرف منها لو في اخطاء او انماط غريبه. الحاجات دي اساسيه علشان تحافظ على استقرار النظام وتقدر تحل المشاكل بسرعه. وبرضه خلي بالك من امان المعلومات سكيورتي، تتعلم اساسيات تامين السيرفرات وازاي تدمج اختبارات الثغرات الامنيه في البايب لاين، وده اللي بيطلق عليه دلوقتي ديف ساك اوبس اللي هو دمج الامن في كل خطوه من خطوات التطوير. سادس حاجه اداره الشفره المصدريه او السورس كنترول، ودي بصراحه لازم لاي حد في مجال البرمجه عموما. اهم اداه هنا هي جيت. لازم تكون عارف تستخدم جيت كويس جدا، تعمل كوميت التغييرات، تفتح برانش وتدمجه، مثلا تعمل ميرج وتتعامل مع منصات زي جيت هاب او جيت لاب علشان تشارك الكود بتاعك مع الفريق. زمان قبل ادوات اداره الاصدارات كان التعاون في الكود كابوس. فاكر مره شفت مشروع فيه ملفات اسمها final_v1 وfinal_v2 من كتر ما الفريق مش عارف يتابع التعديلات. دلوقتي مع جيت الموضوع ده انتهى، كل تعديل بيتسجل بتاريخه باسم اللي عمله، وتقدر ان اكتر من شخص يشتغلوا على نفس الملف من غير ما يدوسوا على شغل بعض. فجيت اساسي لاي شغل جماعي في البرمجه واي تطبيق لمفهوم الديف اوبس. دي كده كانت اهم المهارات الاساسيه اللي محتاج تبقى على علم بيها كبدايه. في حاجات تانية طبعا ممكن تتعلمها مع الوقت، بس انا ذكرت لك اهم الاساسيات. نصيحتي ليك انك تتعلم حاجه وتطبق بايدك عملي. المجال بتاع ديف اوبس عملي جدا، يعني ما ينفعش بس تقرا نظري وتسمع كلام وتسيبه، لازم فعليا تنزل الادوات وتشتغل بيها. جرب تعمل مشروع بسيط على جهازك تطبق فيه المفاهيم، مثلا ابني تطبيق ويب بسيط حتى لو هتاخده كوبي بيست من على النت، وجرب تعمل له دوكر ايمج وشغله بدوكر. اعمل بايب لاين بسيط باستخدام اداه مجانيه مثلا زي جيت هاب اكشنز، بحيث كل ما تعمل بوش للكود يتبني اوتوماتيك ويتعمل له تيست. جرب تعمل بيئه افتراضيه او سيرفر سحابي على AWS او غيره، واستخدم تيرافورم مثلا في انك تنشئه وتظبط اعداداته بالكود. الحاجات دي لما تعملها فعلا هتفهم بجد ديف اوبس بيتعمل ازاي. ومن الاسئله اللي انت ممكن تسالها وانت بتتعلم، هل الشهادات او السيرتيفيكيشنز مهمه في المجال ده؟ ايوه، في شهادات معروفه ومطلوبه زي AWS Certified Solution Architect او Certified Kubernetes Administrator اللي اختصارا CKA، او Docker Certified Associate وغيرها. الشهادات دي عبارة عن امتحانات بتثبت انك فاهم كويس في أداة أو منصة معينة. هل هي ضرورية؟ مش شرط، لكنها مفيدة خصوصا لما تيجي تقدم على شغل. الشركات الكبيرة بتحب تشوف شهادات لأنها مؤشر انك ملم بالموضوع وعندك معرفة موثقة. بس خلي بالك، الشهادة لوحدها من غير خبرة عملية مش هتوصلك قوي. يعني خد الشهادة كدليل انك اتعلمت حاجة، بس ركز اكتر على التطبيق العملي زي ما قلنا. الأحسن تجمع ما بين الاتنين، تذاكر وتمتحن علشان الشهادة، وبالتوازي تطبق بإيدك في مشاريع حقيقية أو تمارين.
حاجه كمان مهمه جدا، حاول تدخل مجتمع او كوميونتي. في مصر وفي الوطن العربي في جروبات اونلاين مهتمه بالديف اوبس على فيسبوك، على لينكدين، على تيليجرام وغيره. الناس بتتبادل خبرات ونصايح وبتسال اسئله وبيجاوبوا على بعض. تابع الناس دي وهتتعلم من تجارب حقيقيه ومن اسئله غيرك. برضه شوف كورسات اونلاين، في كورسات كتير ممتازه بالعربي او الانجليزي على يوتيوب او منصات زي يوديمي وكورسيرا بتشرح كل المواضيع اللي قلناها بشكل عملي. بعض الناس مؤخرا بتسال وايه الخطوه الجايه بعد ديف اوبس؟ طبعا المجال دايما بيتطور، ظهرت مؤخرا توجهات زي مثلا منصه الهندسه او بلاتفورم انجينيرنج. الفكره فيها انه بدل ما كل فريق يفضل يبني ادوات الديف اوبس الخاصه بيه من الصفر، الشركه تعمل فريق متخصص يبني منصه داخليه موحده او ما يسمى به الانترنال ديفلوبمنت بلاتفورم، يقدر اي مطور يستخدمها بسهوله عشان ينشر ويختبر من غير صداع التفاصيل. يعني يوفروا مثلا واجهه سهله فيها كل الخدمات الجاهزه، ضغطه زر تبني مشروع جديد، ضغطه زر تنشره على بيئه معينه، وهكذا. فالمطورين يركزوا في كتابه الكود بس، والباقي يتعمل لهم كخدمه. الاتجاه ده مش ضد ديف اوبس، بالعكس ده تطوير وتحسين ليه علشان يسهل اكتر واكتر على الفرق، وبدأ يظهر خصوصا في الشركات التقنية الكبيرة. كمان المفهوم انتقل لمجالات تانية، مثلا ظهر مصطلح داتا اوبس لإدارة فرق تحليل البيانات بنفس أسلوب ديف اوبس، وام ال اوبس مثلا لفرق تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج علشان يطبقوا نفس الممارسات في تدريب النماذج ونشرها. يعني الفكرة الأساسية بتاعة التعاون والأتمتة انتشرت واتطبقت على نطاق أوسع من مجرد تطوير البرمجيات. وفي كمان اتجاه بيتكلم على الاي اي اوبس او العمليات المدعومه بالذكاء الاصطناعي، انك تستخدم خوارزميات او الجوريزمز تعلم آلي علشان تحلل بيانات التشغيل او اللوجز والماتريكس وتتعرف على المشاكل او تتنبأ بيها قبل ما تحصل. تخيل مثلا نظام بيلاحظ ان في نمط معين قبل ما السيرفر بيقع ويبلغك قبلها. الحاجات دي لسه في بدايتها، بس المستقبل ممكن يشوف ادوات اذكى بتسهل اكتر شغل الديف اوبس، انها تزود مستوى الاتمته والذكاء في اداره البنيه التحتيه. وفي النهاية سواء سميناه ديف اوبس أو SRE أو بلاتفورم انجينيرنج أو أي مصطلح جديد بيطلع، الهدف واحد: تحسين عملية تطوير وتشغيل البرمجيات علشان نوصل للمستخدم أسرع وبجودة أعلى. يمكن الأسامي تتغير مع الوقت والتقنيات تتحدث، لكن الجوهر ثابت: تعاون، اوتوميشن، جودة وتحسين مستمر. ببساطة كده لو هنلخص ديف اوبس في جملة واحدة: فريق مترابط زائد اوتوميشن لكل خطوه يساوي سرعه في التسليم مع استقرار وجوده اعلى. ده المفتاح اللي عايزين نخرج بيه النهارده. اتمنى تكون الحلقه الطويله دي كانت مفيده وخفيفه عليكم. حاولت على قد ما اقدر ابسط المفاهيم واحكيها بشكل بسيط وسهل علشان الكل يفهمها، سواء كنت مبتدئ او بروفيشنال. مجال الديف اوبس كبير ومتشعب فعلا، بس اتمنى ان النهارده اكون قدرت اوضح لكم فكره عامه عنه، وعرفتكم قد ايه التعاون والاوتوميشن والممارسات الصح ممكن تعمل فريق كبير في شغلنا في التكنولوجيا. لو عجبتكم الحلقه وحسيتوا ان انتوا استفدتوا، يا ريت تشاركوها مع اصحابكم مهتمين بالتكنولوجي وزمايلكم في الشغل، يمكن تفيد حد. واستنونا في حلقات تانية مواضيعها مختلفه ومثيره ان شاء الله، واشوفكم على خير في الحلقه الجايه. سلام عليكم.